مين تاني متضايق؟ لا زملائي في الاعلام، ناس حراس مرمى قدامى. مين؟ عايزه يعني بالاسماء؟ انت عايزه تجرجريني يعني؟ لا انا عايزه اعرف. الحضري. والناس عايز تعرف الحضري. انا طلعت معاك السنه اللي فاتت قلت ايه على الحضري؟ قلت عنه كلام كويس جدا. قلت لك محتاج شويه ثقافه. يعني يقرا شويه، يعرف شويه. ده مهم جدا. والثقافه مش بقول انه جاهل. انا عمري ما اقول له هذا الكلام يعني، بس قلت لك محتاج شويه ثقافه. هذا الكلام اغضبه غضب عارم وشديد، وبقت قصته بقى هو والاخ. ده من ساعه الحلقه اللي احنا عملناها، يعني هو واخد موقف من الحلقه اللي احنا عملناها. ما بيعرفش يفصل هو. وهو والاخ مين بقى؟ نادر السيد، طارق سليمان. وكلهم بقى سيبك من الحضر. نادر السيد يعني واخد موقف ليه؟ انت هتفتحيني بقى وهتخليني اتكلم. يعني نحاول نفهم. نادر وطارق ولادهم حراس مرمى. وعلى فكره الاثنين حراس مرمى جيدين، وانا لما بتكلم لما باجي نادر، لا طارق كان ابنه في الاهلي ومشي وراح بيلعب في احد الانديه في زد دلوقتي. ونادر ابنه خد مشوار احتراف وبعدين رجع. لا ده هو اللي في زد، ابن نادر اللي في زد. معرفش ابن طارق في احد انديه الدوري الممتاز بس مش عارف ايه. واولاد كويسين قوي على فكره يعني. ايوه ومؤدبين فمش منافسين. هو لا وماله مصطفى في الاهلي ومنافسين، لا منافسين بقى على مستوى حراسه المرمى. فيبدو انه مصطفى ربنا كرمه ونور، ودول يعني ما حصلش لسه نجاح وهينجحوا ان شاء الله. انا لما كنت ببقى بختار احسن حارس فلاقي الولد ابن طارق، ولو انه كان بيلعب قليل قوم جاي واخده نجم الاسبوع. ابن نادر كان بيلعب مع المنتخب بس سؤال، ليه كل حراس المرمى ولادهم حراس مرمى برضه؟ جينات طبعا جينات. جينات وموهبه. لا طب ما هي جينات، ما الجين موهبه جينات يعني. ما هو كابتن اكرامي شريف ما شاء الله من الحراس، وكان احمد رايك ايه في شريف اكرامي؟ انا بحبه. مثقف كده وحاجه جميله. طبعا شريف جميل. شريف ولد ريزنبل وجميل. كان يستحق يكمل في الاهلي؟ هو كمل في الاهلي. شريف مشي متاخر يعني ما شاء الله. ومشي بشكل كويس وتمام التمام، وربنا كرمه في بيراميدز ودلوقتي بيتعامل معامله محترمه جدا يعني. طب هل عمرك